الفيوتك والكرانيش. خليكم معانا لاخر الحلقة عشان نعرف ايه الفرق. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. احط كرانيش ولا ما احطش؟ الفيوتك هو الكرانيش ولا ده حاجة وده حاجة؟ كل الاسئلة دي بتتسأل لناس كتير ومش بتبقى عارفة اجابتها. طيب الكرانيش كده دايما احنا عارفين ان هي بتبقى العلاقة النهائية ما بين السيلينج والوول، العلاقة ما بين الاتنين، فانا بقفلها بالايه؟ بالكورنيشة. طيب الكورنيشة دي ليها بديل؟ طبعا ليها بديل. ان انا لو بعمل فول سيلينج او سقف ساقط ممكن اعمل حاجة اسمها شادو جاب. ايه شادو جاب دي؟ بتبقى مسافة كده فاضية ما بين السقف والحيطة 2 سنتي. بتبقى حاجة كده زي زاوية بركبها وممكن اعمل فيها indirect light اللي هو اضاءة غير مباشرة اللي هو زي الليد. طيب الفيوتك دوت مودرن ولا كلاسيك؟ او الكرانيش دي مودرن ولا كلاسيك؟ لا، هي مودرن وكلاسيك واي مود انا عايزه. ازاي؟ بشكلها. يعني زي ما انتم شايفين كده في اشكال بتبقى كلاسيك وده الاغلب اللي احنا عارفينه، لكن في برضو اشكال تانية بتبقى مودرن. وبعدين انا ممكن ادهنها. فانا مثلا لو انا هعمل حاجة اندستريال انا ممكن ادهن الكرانيش دي لون جراي او اسود زي ما انا عايز. وفي حاجات بيبقى فيها كيرفات وتقسيمات وفي حاجات بتبقى فلات زي ما انتم شايفين برضو. في اشكال كثيرة جدا. وشركة فيوتك دي شركة وماتيريال في نفس الوقت هي اللي بتعمل الكرانيش دي غير الجبس. تمام، عشان زمان كانت بتتعمل جبس دلوقتي بتتعمل فيوتك. فيوتك ده حاجة زي الفوم كده شوية، بتبقى اخف وبيبقى فيه تشكيلات فيها اكتر واحلى. طيب في ايه تاني غير الفيوتك؟ هل بس بيبقى كرانيش؟ لا، بيبقى عندي كمان البانوهات. البانوهات برضو بتتعمل احيانا خشب ويعمل، كنا عملنا حلقة قبل كده عن البانوهات. لكن دلوقتي الفيوتك بيتعمل منه برضو بانوهات وبتبقى اشكال مختلفة برضو، ممكن تبقى كلاسيك او تبقى نيو كلاسيك. صعب ان انا الاقي بانو في المودرن او في الاندستريال او في اي مود تاني، لكن في الاغلب بتبقى يا الكلاسيك يا نيو كلاسيك. طيب في اشكال منهم كتيرة، واعملهم خشب ولا اعملهم فيوتك؟ طبعا هو الخشب لطيف بس في حاجات ممكن اجيبها فيوتك فتبقى اسهل وارخص. الخشب هيبقى اغلى، بس لو انا في رسمة معينة الفيوتك مهما كان اشكاله محدودة، لكن الخشب انا ممكن اعمل اي حاجة واي شكل انا عايزاه. ده بالنسبة للبانوهات. لكن بالنسبة للكرانيش فالاشكال كتيرة جدا ومختلفة، واقدر اعمل اللي انا عايزاه سواء هعمله او مش هعمل اصلا كورنيشة وهعمل الشادو جاب للسيلينج. دايما بنحاول نعمل ما بين اي اختلاف تو ماتيريالز نعمل حاجة اسمها شادو جاب. بتبقى مسافة كده علشان تديني علاقة كويسة ما بين الخامة دي والخامة دي. اتكلمت برضو عن الموضوع ده قبل كده في حلقة، هبقى احطلكوا اللينك بتاعها. طيب دي اشكال الفيوتك، اشكال مختلفة بالسكشن بتاعها. بختار اللي انا عايزه بركبه. الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج اي تعقيد. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.